السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. كنتمنى تكونوا في افضل الاحوال. وصفتنا اليوم عبارة عن حلوة سهلة مهلة كتوجد في دقائق، بمقادير جد سهلة وبسيطة، تتوجديها بكمية كبيرة. بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، غادي نضيف عليهم قبيصة ديال الملح وكاس ديال السنيدة، عبار كاس ديال العنبة. غادي نطربهم مزيان. غادي نضيف عليهم ساشي ديال الفاني، يمكن لكم تعوضوه بقشور الحامض او لا قشور الليمون على حسب الرغبه، فقط باش نحيد ديك الزفوريه ديال البيض. وانا تنطرب، اهم حاجه خاص هاد السنيده تذوب ويتغير ليا اللون ديال هذاك الخليط كيف ما تتشوفوا. غادي نضيف عليه كاس ديال الزيت، نفس العبار كاس ديال العنبه، وانا تنطرب. وغادي نبدا نضيف في الدقيق. هنا غادي نضيف الكأس الاول ونضيف عليه الكاس الثاني، وغادي نضيف 2 ديال الخمارات من حجم 8 غرام، يعني عندي 16 غرام في المجموع. تنغربل تنضيف الدقيق شويه بشويه، وانا تنطرب غير بالطراب حتى نجمع العجين. بالنسبه لكميه الدقيق يمكن لكم تاخذ لكم هذا العبار اللي غادي نبين لكم في الفيديو، ويمكن تاخذ لكم قل او لا اكثر على حسب النوعيه ديال الدقيق. تنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. هنا غادي نضيف الكأس الرابع لان العجينه باقيه جاريه. هنا غادي نستخدم ايديا باش يبان لي القوام ديال العجينه، واش نضيف ليه ولا نحبس. هنا غادي نضيف الكاس الخامس غير شويه بشويه. اهم حاجه تكون عندي العجينه طريه بزاف، ما تكونش قاصحه. هنا بعد ما جمعت العجين غادي نقسمو على 2. واحد غادي نخليه باللون الابيض طبيعي، غادي نضيف عليه معلقه ديال الدقيق هي باش نجمع العجينه. وبالنسبه للنصف الاخر غادي نضيف عليه واحد الساشي ديال الكاكاو 7 غرام، اولا معلقه للناس اللي عندهم كاكاو ديال العبار، وندخلوا فيها مزيان. هانتوما شفتوا العجينه راه تتلصق في اليد، هذا هو القوام. هنا غادي ناخذ واحد البلاستيكه اولا ناخذ الورق اللي تندخل الفران. غادي نسرح العجين بين 2 وراق وغادي نطلقهم. هنايا انا طلقتهم غير في البلاستيك، طلقت العجين الاول والعجين الثاني. هاد الطريقه سهله. من بعد تنقادهم، غادي نعمل شكل مستطيل باش تجيني العجينه هي هذيك في العبار وهي ديك مقاده ما نتعذبش فيها. والفيديو راه تيشرح راسو. هنا غادي نحط العجين الاول اولا عجين الشوكولات عفوا، غادي نحطو فوق العجين الابيض. غادي نقطع من الجناب، غادي نقادو، والفيديو راه تيشرح نفسه وطريقه الطي راها واضحه. هاد العجين كل ما طويتيها تعطيك طبقات اكثر. ما بغيتيش بغيتي غير 2 طبقات اولا 3 تكتفي بواحد 2 طيات فقط وتحبسي على حسب الرغبه ديالك.
هذه هي اللويه الاخرى ديال العجين. هنا غادي نسرحها، وانا تناخذ العبار ديال الطاوله غادي نطيبها فيها. تنهز الورق تنحطو عليها، تنهزها تنحطها ديريكت في الطاوه. هنا الطاوه عندي فيها 27 على 27 وتنقادها من الجناب. هاد الطريقه تتكون سهله. غادي نقادها كلها من الجناب غير بالكف ديال يدي. غادي ندخلها الفران اللي سخنته من قبل على نار مهيله حتى طيب على خاطرها. من الجناب راه تتبان لك صفرة، صافي تتنزليها تتحمريها من الفوق وتخليها حتى تبرد. هنا غادي نبدا نزينها بالشوكولاط. تندوب الشوكولاط الابيض عادي. يمكن لكم تستعملوا فقط الكونفيتير والكوك، اي حاجه عندكم يمكن لكم، يعني كاختيار فقط. هنا غادي نزينها بخطوط الشوكولاط الاسود باش نعطيها داك الشكل ديال الميلفي. بالطريقه المعتاده المعروفه. بعد ما كملت التزيين ديال الحلوه ديالي تنخليها حتى تتبرد. من بعد تنقطعها عادي بالسكين. بالنسبه لطريقه التقطيع تتبقى اختياريه، يمكن لكم تقطعوها على شكل مربعات كبار او لا صغار او بلا معينات على حسب الرغبه. اهم حاجه ان هاد الحلوه سهله وسريعه في التحضير، كذلك تعطينا كميه كبيره وبدون مراشيم او لا كثره المقادير. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. والى عجبكم فيديوهاتي كما العاده ما تنسونيش من الدعم، ما تنسونيش من لي لايك وكذلك مشاركه الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. اي تعليق اي تساؤل خلوا لي في كومنتير غادي نجاوبكم ان شاء الله. مرحبا بكم بالصحه والراحه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.